وانا شخصيا لسه مش لاقي له اجابه مقنعه. السؤال ده هو ليه دايما الواي فاي بيبقى طياره وسريع جدا وانت قاعد في الصاله وسط اهلك، وبيقلب سحلفه مشلوله اول ما تدخل اوضتك وتقفل الباب عشان تنام او تروق دماغك؟ هل دي مؤامره كونيه عشان ما نسهرش، ولا الراوتر بيخاف من الضلمه؟ خلي السؤال ده في دماغك وهجاوبك عليه باجابه فكاهيه بس منطقيه جدا في اخر الفيديو. بس ركز معايا دلوقتي عشان اللي جاي ده في مصلحتك وشغل جد الجد. بص يا وحش، احنا حياتنا بقت كلها ابلكيشن او تطبيقات. بتصحى تطلب فطار من ابلكيشن، بتركب مواصلة بابلكيشن، حتى لما بتزهق وتدخل تضيع وقتك وتعمل سكرول على ابلكيشن. بس انا صاحبك بقى اللي خايف عليك، مش عايزك تكون مجرد مستخدم وخلاص، او انا عايزك تكون تستفيد من التكنولوجيا ديت. والموبايل اللي في ايدك ده معمول عشان يخدمك انت ويسهل حياتك انت، مش عشان يسرقك ويسرق عمرك ويستخدمك انت في مصلحة ناس تانيين. في الفيديوهات القصيرة وتحديثات التيك توك وتحديات التيك توك واللي بنشوفها، التطبيقات دي نعمة لو عرفنا نستخدمها صح. تخيل كده زمان لو كنت عايز تعرف طريق، كنت لازم تنزل تسأل 20 واحد في الشارع وكل واحد يفتي فتوى شكل وتتوه زيادة عن ما انت تايه. دلوقتي جوجل مابس بيجيلك وبيجيب لك الخلاصة. عايز تتعلم لغة، في تطبيقات بتعلمك وانت ممدد في بيتك ببلاش. وعايز تظبط صحتك، تطبيقات بتحسب لك مشيت كام خطوة. فالفكرة هنا انك انت بتستخدم التطبيقات دي عشان تطور حياتك وتنجز، ولا عشان تهرب من الواقع؟ وعشان انا مش جاي انظر عليك، انا جايب لك النهارده مثال عملي لتطبيق هيهم شريحة كبيرة جدا مننا عشاق الساحرة المستديرة، الناس اللي مودها بيتظبط بجون حلو بيتعكر بضربة جزاء ضايعة. لو انت مدمن كروي زي حالاتي وبتبقى في الشغل او في المواصلات وهتموت وتعرف النتيجة، او عايز تعرف الماتش هيبدأ امتى والقناة الناقلة، لقيت لك تطبيق اسمه على المتجر الكورة وشاهد مباريات اليوم، واسمه البرمجي يلا كورة سكور. التطبيق دوت وظيفته ببساطة شديدة ان هو جدول مواعيد مباريات كرة القدم في جيبك. اول ما تفتح التطبيق هتلاقي الواجهة، الانترفيس بتاعته بسيطة جدا، مش محتاج مهندس صواريخ يعني عشان يفهمها. بتلاقي الصفحة الرئيسية في وشك بتجيب لك مباريات اليوم، مين بيلعب ومين هيلعب والساعة كام، ولو ضغطت على الماتش المفروض بيجيب لك تفاصيل زي مين الحكم والقناة اللي بتذيع ومين اللي بيعلق. يعني نزل التطبيق وادخل عليه، اختار اليوم وشوف جدولك عشان ماتشاتك ما تفوتش منك. وتيجي تاني يوم بقى تقعد وسط اصحابك زي الأطرش في الزفة، مش فاهم هما بيتكلموا عن ايه، ولا مين كسب، ولا مين ضيع ضربة جزاء. بس زي ما اتعودنا صاحبك مش هيطبل لك ولا هيضحك عليك. انا هنا عشان اقولك الحقيقة، الحلو والمر. عشان كده دورت لك في تعليقات الناس والمستخدمين زيي وزيك على البلاي ستور، وجربت التطبيق بنفسي وطلعت بالخلاصة. عشان ما تضيعش وقتك، التطبيق ده ليه مميزات وليه عيوب واضحة جدا. نبدأ بالمميزات. اولا هو خفيف ومساحته مش كبيرة، يعني مش هيهنج موبايلك ولو حتى قديم شوية. ثانيا مباشر، مفيش لف ودوران، وتسجيل الدخول مش معقد ولا حاجة، بتدخل تلاقي الجدول في وشك. ثالثا انه عربي بالكامل، وده مهم جدا للناس اللي مش ضالعة في الانجليزي، كل حاجة واضحة قدامها. اما بقى العيوب، ودي لازم تاخد بالك منها، فاغلب الناس بتشتكي من الاعلانات. الادس يا صديقي، الادس يا ستار، كمية اعلانات عن النتيجة وانت مستعجل، وده شيء مستفز ممكن يخليك عايز تحدف الموبايل في الحيط. كمان ساعات بيكون في تأخير بسيط في تحديث النتائج لحظة بلحظة مقارنة بتطبيقات عالمية تانية. ونقطة مهمة جدا لازم أوضحها لك عشان الأمانة، رغم إن اسم التطبيق فيه كلمة شاهد، إلا إن أغلب التطبيقات اللي بتعتمد على السكور أو النتائج أكتر من البث الحي للفيديو عشان حقوق الملكية طبعا. فما تتوقعش إنك هتتفرج على الماتش فيديو بجودة عالية، هو مجرد متابعة للنتائج. طب لو التطبيق ده معجبكش أو زهقت من الإعلانات وعايز حاجة أكتر احترافية، هل أسيبك تغرق؟ عيب عليك. في تطبيقات عالمية بديلة ومشهورة جدا ودقيق وممكن تعتمد عليها، زي تطبيق 365 سكورز، وده العمدة في المجال دوت، سريع جدا في الإشعارات أو نوتيفيكيشن. وفي كمان تطبيق سوفا سكور، وده ممتاز جدا لو بتحب الإحصائيات والتحليل وتفاصيل اللاعبين. وأخيرا تطبيق فوت موب، وده رايق تصميمه وشيك جدا. النصيحة هنا، جرب التطبيق اللي بنتكلم عليه النهاردة لو انت عايز حاجة عربي وبسيطة ومش مهمك الإعلانات قوي. لكن لو عايز دقة واحترافية وماتشات عالمية، فالتطبيق بتاع سكور 365 أحسن واحد. شوف البدايل اللي قلتلك عليها. في النهاية يا بطل، عايز أقولك إن الموبايل ده أداة، يا تمشيك يا إما أنت تمشيها. خليك أنت بقى ذكي ومشيها على مزاجك بدل ما هي تمشيك على مزاجها. تطبيقات اللي هتوفر عليك وقت ومجهود. ونيجي بقى لإجابة السؤال الحلقة اللي سألته،
في الاول، ليه الواي فاي بيبقى سريع في الصالة وبطيء في الأوضة؟ الإجابة ببساطة عشان الراوتر كائن اجتماعي وبيحب اللمة والعيلة ومش بيحب العزلة والانطوائية اللي انت فيها دي جوه الأوضة. اطلع اقعد مع أهلك شوية والنت هيتظبط لوحده. وطبعا بهزر معاك، هي غالبا بسبب الحيطان والعوازل اللي بتضعف الإشارة. فممكن تشتري جهاز تقوية إشارة ريبيتر وتريح دماغك. لو عجبك الفيديو والكلام دخل دماغك، متنساش اللايك الجميل واشتراكك في القناة عشان يوصلك كل جديد ومفيد. اللينك هتلاقيه في الوصف تحت. سلام يا صاحبي.